مساء الفل. انا عارف ان السنه لسه ما خلصتش، وعارف ان بدري قوي ان انا اصرح تصريح زي كده، لكن انا واثق ان مهما قرات السنه دي مش هقرا حاجه بالجمال ده. كاتب امريكي بيكتب روايه عظيمه عن روسيا، جنتلمان في موسكو لامور تاولز. في 1917 قامت الثورة البلشفية، ثورة الطبقة العاملة بقيادة لينين وتروتسكي، الثورة اللي هتغير مسار البشرية واللي بتعتبر أهم وأشهر ثورة في التاريخ. قبل الثورة عانى شعب روسيا من أوضاع سياسية واقتصادية مزرية، وكانت الثورة نتاج لسنوات طويلة من الإحباط والغضب. بعد انتصار الثورة ظهرت الشيوعية وظهر معاها الاتحاد السوفيتي، وحصلت مجموعة إصلاحات هدفها المساواة بين طبقات المجتمع المختلفة والتخلص من أي أثر لفترة الحكم السابقة، وكانت دي بداية انتشار الشيوعية في العالم. بطل الرواية هو الكاونت ألكسندر إليتش روستوف، حامل وسام القديس أندروز، عضو نادي الفروسية ومستشار الصيد الإمبراطوري. رجل أرستقراطي شاب من طبقة النبلاء، واللي ما يعرفش طبقة الأرستقراطيين كانت أكثر طبقة مكروهة في الفترة دي من الزمن، لأن الأغلبية الكبرى من الشعب بيتعرض للجوع والفقر والحرمان، بينما طبقة النبلاء بتعيش حياتها في بذخ ورفاهية شديدة. بتعرض الكاونت على لجنة شيوعية للمحاكمة، وبتقرر اللجنة دي إنه أرستقراطي غير نادم على أفعاله، كأن كونه اتولد في عائلة غنية جريمة. بيتحكم عليه بالإقامة الجبرية في فندق المتروبول لما بقى من حياته، وبيتم إخباره إن هيتم إطلاق النار عليه مباشرة لو حاول الخروج من الفندق. ورغم إن المتروبول فندق عريق ومشهور وبيقع في منطقة حيوية من موسكو، لأن الكاونت مش هيرجع يسكن في الجناح الفارغ اللي اتعود يسكن فيه، لا هو يسكن في الفندق في أوضة فوق السطوح حرفيا. تخيل إنك هتعيش حياتك كلها في مكان واحد محبوس بين 4 حيطان. لا، ومش هتعيش الحياة اللي اتعودت تعيشها، هتعيش حياة مختلفة تماما. نمور كافيار، نمور رحلات صيد، نمور حفلات. هتقدر تعيش عادي؟ طبعا احنا ملناش دعوة بالكلام ده، احنا اصلا فلوسنا بتخلص اول 3 ايام في الشهر، وبنقضي بقى الشهر بالقصور الذاتي يعني، بس ما علينا. الغريب ان ده ما بيأثرش على نفسية الكاونت خالص، وبيقدر يحافظ على هدوءه النفسي وراحته الداخلية، وبيقدر يحول حياته الخالية من المغامرات دي لحياة مليئة بالتشويق والإثارة. جنتلمان في موسكو رواية زي ما بيقول اسمها بالظبط، رواية عن جنتلمان، والكاونت بيجسد الجنتلمان بكل معنى الكلمة. راجل خفيف الدم، دقيق الملاحظة، عارف وفاهم كويس ايه هو الاتيكيت، فاهم ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش في كل موقف، مع رؤية موسوعية وثقافة ملهاش مثيل. نقدر نقول ان جنتلمان في موسكو هي رواية شخصية كلها بتدور حوالين الكاونت والمواقف اللي بيتعرض لها في الفندق، وازاي بيحول الحياة البائسة اللي اتفرضت عليه لحياة غنية مليئة بالتفاصيل. لكن الكاتب بيستخدم خلفية تاريخية وسياسية عشان يقدر يرسم روايته. بيوضح التغيرات اللي حصلت في روسيا، والاختلاف بين روسيا الجديدة وروسيا القديمة اللي حبها الكاونت وعاش فيها. جنتلمان في موسكو هي كمان سيرة لفندق المتروبول، الفندق الشهير والعريق، أهم شخصياته وأهم الأحداث اللي كان بيستضيفها، وإزاي كان الفندق من ضمن الحاجات اللي اتغيرت مع تغير روسيا. قبل ما تصدر ترجمة الرواية دي بالعربية كانت بدأت الأخبار تنتشر عنها. رواية في البيست سيلر على قوائم نيويورك تايمز، رواية بيرشحها بيل جيتس شخصيا كواحدة من أهم الروايات اللي قرأها في حياته، رواية اترجمت للغات كتيرة جدا. فكان طبيعي لما أسمع عن الرواية دي إن أقرر أقرأها حتى لو إنجليش، ولما حاولت أقرأها إنجليش فشلت في ده تماما. الرواية لغتها دقيقة جدا وراقية جدا وصعبة جدا، خاصة لو حد يعني على قده في الإنجليش زي كده. لكن لما سمعت إن إيهاب عبد الحميد هيترجمها للعربية اطمنت، والحمد لله الطمأنينة بتاعتي طلعت في محلها، وإيهاب عبد الحميد ترجمها ترجمة من أبدع ما يكون. إيهاب عبد الحميد قدر يحافظ على روح الرواية، قدر يترجمها بنفس الرقي والجمال اللي مكتوبة بيه، وانا واثق ان دي ما كانتش مهمة سهلة اطلاقا. جنتلمان في موسكو بتتحول دلوقتي لمسلسل تلفزيوني، لكن لو عايزين رأيي ما تستنوش المسلسل وابدأوا الرواية، حقيقي تستحق كل ثانية هتقضوها معاها. بكده نكون خلصنا حلقتنا، اتمنى انها تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا فولو الاكونت بتاع الكتب على انستجرام وعلى تويتر. طبعا ما تنسوش اللايك والشير، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا الحلقات اول ما تنزل. انا محمد شادي بتاع الكتب، سلام. بالمناسبة يا جماعة، أنا لما كنت بسمع الكتاب ده كأوديو بوك كانوا بيقولوا الكاونت مش الكونت، عشان في ناس غالبا هتعلق على النقطة دي وتقول اسمه الكونت مش عارف إيه.
هما كانوا بيقولوا الكاونت، فانا قلت يعني عايش يعني حاسس نفسي ان انا اجنبي وكده يعني، واكيد هما الصح يعني ان الكلمه بتاعتهم يعني، وبالتالي هما الصح. عشان بس ما حدش يجي يقول اصل الكونت لا بتتنطق الكونت يعني، عشان نبقى عارفين.